وانا امشي، والشر لو ما اتحكمش يوقف دوار السواقي، يوقف دوار السواقي. صعب اما نحلم نلاقي نبض الحياة في الشراقي، طول ما القساوة في قلوبنا والغدر داك وداقي. دايرين كمثل الرحايا نروي القلوب بالخطايا، ونعادي واحنا الضحايا ويتوه ما بينا التلاقي. صعب اما نحلم نلاقي نبض الحياة في الشراقي، طول ما القساوة في قلوبنا والغدر داك وداري. دايرين كمثل الرحايا نروي القلوب بالخطايا، ونعادي واحنا الضحايا ويتوه ما بينا التلاقي. صعب اما نحلم نلاقي نبض الحياة في الشراقي، طول ما القساوة في قلوبنا والغدر داك وداري. لو عشنا والخوف خانقنا هيجي فرقنا وطريقنا، واما العداوة تفارقنا بالحب نزرع نلاقي، بالحب نزرع نلاقي. صعب اما نحلم نلاقي نبض الحياة في الشراقي، طول ما القساوة في قلوبنا والغدر داك وداري. وانتهنا عن خط سرنا الفرقة حتكون مصيرنا، ليه غيرنا ينعم بخيرنا والأرض تحصد شراقي. صعب اما نحلم نلاقي نبض الحياة في الشراقي، طول ما القساوة في قلوبنا والغدر داك وداري. صعب اما نحلم نلاقي نبض الحياة في الشراقي، طول ما القساوة في قلوبنا والغدر داك وداري. هي ايه الحكايه بالظبط؟ ايه حكايتك انت واخوك؟ دايرين طايحين في البلد مش لاقيين حد يلمكم ولا ايه؟ هو كمني يعني عمدة البلد وعمكم وكبير العيلة. هسكت؟ عايز نسكت يا صابر يا ابن علوان؟ خدها نصيحة مني وبقولها لك قدام الرجالة كلها، إن ما اتعدلت أنت وأخوك يبقى مالكوش عيش في البلد دي. وكفاية كفاية اللي عمله أبوكم، ضيع أرضه كان هيضيع هيبتنا في البلد. اسمع نصيحتي يا صابر يا ابن أخوي وبلغها لجابر أخوك. كده طيب يا ابو سيف، طيب ليك يوم انت الاخر. طب وهنعمل ايه دلوقتي يا جابر يا اخوي؟ هنعمل اللي بنعمله دلوقتي يا صابر، ولا انت ايه؟ نسيت ابو سيف كان ايه وبقى ايه؟ لا أنا ما نسيتش، بس الواجب برضه يا اخوي نشوف لنا سكه غير غير اللي يا صابر؟
مالكش انت صالح بالامور دي، سيبهالي. انا بس اللي هعرف ارد على ابو سيف العمده وارجع حق ابونا منه ومن كل اللي خانه، وارضنا هترجع من تاني. سي صابر، سي صابر، ايوه. في نفر بره عايزك. ايه؟ نفر مين؟ حسن اللي بيشتغل عند ست شهور. اتفضل يا عم حسن. ازيك يا الصابر؟ خير. الست شوق عايزاك في كلام ضروري قوي. الست شو عايزاني أنا؟ ايوه يا صابر. يا اهلا وسهلا يا سي صابر، نورت بيتك. البيت منور بيك يا ست شو. ما تاخذنيش يا اخويا، ما تاخذنيش يا سي صابر اللي تعبتك. لا تعبك راح. خير. مش تقعد الاول؟ اتفضل يا اخويا، تعال. اتفضل استريح يا سي صابر. تعيش يا ست. طب وعزة ربنا دي دخلتك عليا النهارده بالدنيا وما فيها. تعيش يا ست شو. شوف بقى يا سي صابر، اصل انا مش هخبي عليك، انا لا ليا في الزرع ولا في القلع، ومن يوم ما فاتني المرحوم وانا وحدانيه وتايهه، لا عارفه لي راس من رجلين. اما ولاد الحلال ايه شروا عليا اجر الارض. ايوه معقول برضو يا ست. طب لما انت كمان شايف كده يبقى على خيرة الله بقى، ويطلع عشبي فيك في محله وتأجر انت الارض. أأجر الأرض؟ ايوه، مش انت احق بيها من غيرك؟ أأجر أرض أبويا؟ اللي كانت ارض ابوك يا سي صابر، لحد ما اشتراها منه سي عبد الرحيم جوز الله يرحمه بقى، ومن بعديه بقت ارضي انا اسم الله عليك. ما بقتش ارضك يا جاسم يا ابن علوان بيه، وهي كلمه واحده، من بكره الفجر ما اشوفكش فيه. انت السبب يا عبد الرحيم. قلت لي هقف معاك وايدك بايدي، وجيت في نص السكه وخليت بيا. يا خساره يا عبد الرحيم، كنت فاكرك صاحبي. فوق فوق يا جاسم يا ابن علوان بيه، فوق زي اخوك ابو سيف ما فاق، ولا هتقعد تولول زي الحريم بعد ما ضاع منك كل حاجه زي ما ضاعت منك الارض دي. ما ردتش يعني يا اخويا، ده انا وحدانيه وماليش حد في الناحيه دي ومحتاجه للمساعده. لا العفو يا ست، بس من ايه؟ هدفع ايجارتها منين؟ لا اذا كان على النقديه ولا تحط في بالك، خدها دلوقتي وبعدين ابقى ادفع. ده انا بشتري راجل. ايوه يا ست، بس اصل دلوقتي ما عادش لينا في الفلاحه انا واخويا جابر، احنا شغالين دلوقتي في المواشي. طب ما انا عارفه، وعارفه كمان المواشي دي بتيجي منين واصلها ايه، لكن انا قلت لا، صبر جدع ولا كل جدعان، ولولاش اخوه جابر ما كانش عمل كده ابدا. اصل انت مش واخده بالك، اصل حكايه تجاره المواشي دي. تجاره مواشي ايه بس يا سي صابر؟ ما البلد كلها عارفه اصل الحكايه وفصلها. عارفه ايه بقى يا ست شو؟ افهم. الشاي السخن. سكينه حطيه عندك وروحي شوفي شغلك، يلا. جاموسة مين دي يا عوض؟ جاموسة يا سيدي، حتى اسأل الخلق كلته. أنا ماليش دعوة بالخلق، الجاموسة دي مسروقة. مسروقة؟ مسروقة ازاي بس يا سيدي؟ ده اللي دفع ثمنها تحويشة العمر لابن علوان ذات نفسه، حتى اسأل. هي حصلت؟ انت هتجيب سيرة اسيادك العراونة على لسانك يا ابن نصيبة؟ انا محجوج لك يا سيدي، بس اسأل سي صابر بنفسه هو هيقول لك. أنا ماليش دعوة بصابر. إيه ما يقعد منك له؟ كتفوه في الجاموسة وجرهم قدامي. أحلف لك بإيه بس يا سيدي؟ قالوا للحرام احلف. جاموستي يا سيدي. إمي عارف. جاموستي يا ناس، جاموستي ولا لا يا إخواني؟ قولوا له. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال لك إيه ما يقعد منك له؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. جاموستي يا ناس، جاموستي يا ناس. إمي عارف.
ايده. السرقه مش كويس. ايوه صح يا خواجه دبوس. فهمت قوي يا ابن فهيمة. شرايه يا حمدان. لا هتقف مع عوض الحراميات. وهو عوض اللي حرامي يا ابن فهيمة. وني مالاني ايه ما شيخ الغفر قدامك هو اللي بيقول. شيخ الغفر يقول اللي هو عايزه، لكن احنا عارفين وانت عارف وانا عارف مين الحرامي بحق وحقيقي، وكفايات بقى لحد كده. كفايه لحد كده. طب ما طول عمرك بتبيع المواشي اللي بجيبها لك من غير ما تسال. ايوه كنت فاكرك جايبها بالحلال. حلال. حلو. حلال ايه يا صاحبي؟ حلال ايه؟ هو يعني كان ابونا ساب لنا حاجه؟ ولا كان عمنا العمده ولا ايها حد مد ايده وساعدنا؟ ما احنا متفقين، واتفاقنا كان بالمفتشر. انت تبيع لي اجيبهولك من غير ما تسال. وبفرض يا جابر. لا مش بفرض، دي حقيقه، حقيقه وانت عارفها كويس. واد ربنا هيفتحها عليا ويرزقني بالحلال. وشوق عايزانا اجر الارض، يبقى ليه لا بقى؟ ليه لا؟ لو انت فاكر لما تأجر أرض شوق هتجيب فلوس ترجع بيها أرض أبونا؟ هو ده اللي قلناه برضه؟ قلنا ايه بس يا جابر؟ أرض أبونا ترجع لنا من تاني وقدها 10 مرات. ده اللي قلناه زمان، ياك نسيت؟ نسيت عبد الرحيم جو الشوق واللي عمله في أبونا واخد منه الأرض ازاي؟ لا أنا ما نسيتش، بس عبد الرحيم مات وراح لحاله، ودلوقتي شوق عايز انا اجر الارض. قلت ايه؟ انت بقى مالي ايدك من شوق. مالي ايدي ازاي يعني؟ ايوه مالي ايدك. ما انت لو مالي ايدك اخليك تسيب شغلانه المواشي دي. ايوه بس يعني هي زينب هترضى؟ زينب؟ ايوه زينب مراتك. زينب بنت العناوي نفرنا القديم. اياك نسيت؟ لا انا ما نسيتش، بس معناته ايه الكلام ده؟ معناته انت عارفه كويس يا صابر، احنا الاتنين زي بعض، بس انت تحب تعمل العامله من غير ما تسميها. اسمع يا جابر، خلينا في الارض. دلوقتي شوق عايز انا اجر الارض. هتأجرها يا صابر، بس بعد ما تبيع الكام بهيمه اللي حدانا دلوقتي. ولا يا متولي؟ ايوه يا سيدي. الفجريه تحضر لسيدك صابر الكام بهيمه اللي حدانا، هياخدها السوق. ولا ايه يا صابر؟ اللي تشوفه يا اخوي. امشي. هتبيعهم وتجيب فلوسهم، وبعدين نفضل حكايه شوق. حاضر يا جابر. يلا انت دلوقتي روح نام، وبكره من الفجريه عايزك في السوق، هتلاقي المواشي مستنياك. سي صابر، سي صابر، هتروح السوق كده على لحم بطنك يا اخويا؟ معلش اصل اتضحيت. سي صابر، طب حرص على نفسك يا اخويا، مش كل مره تسلم الجره. قال لا، هو في ايه يا بيه؟ تجننت على الصبح ولا ايه؟ يجعل لك في كل خطوه سلامه ويتوب عليك، قادر يا كريم. زينب يا زينب. ايوه ياما جايه اهو. ايه يا بنت اللي صحاكي بدري كده؟ امال جوزك فين؟ راح السوق. انت نسيتي ان النهارده سوق المواشي. الحاج يا ست شوق. الحاج يا بنتي في ايه؟ الحاج مش انا شفت سي صابر خارج الصبح بدري على الصبحيه، قلت له صباح الخير يا سي صابر، يعني صبحت عليه، قام قال لي صباح النور يا سكينه، قلت له رايح على الصبح بدري كده فين يا سي صابر بعد الشر؟ قال لي رايح سوق المواشي. كويس؟ كويس. لا مش كويس، ما طولش عليكي، قولي طولي. قصري يا سكينه. لا قولي طولي. دلوقتي لقيته راجع جري. كويس؟ قلت له راجع جري ليه يا سي صابر؟ ما ردش. طب وانا مالي؟ بتقولي لي الكلام ده انا ليه؟ الحاج عليا اللي بفطني. في ايه يا صابر؟
سبت البهايم وجريت يا صابر. عيب كده يا جابر، انا اخوك الكبير برضه مهما كان. ايوه اخويا الكبير، بس قلبي قريب هيودينا في داهيه. ايوه ما قلت لك من الاول انا ماليش دعوه بالشغلانه دي. لا مش من الاول، من الايام دي بس، من ساعه ما رحت لشوكه عشان تاخد الارض. روح خدها، هيك تنفع. صبر، روح لشوكه خد الارض. يا ألف خطوة عزيزة، حصلت لنا البركة. يا أهلا وسهلا. أهلا. خد يا أخويا، خد يا سي صابر، حل بقك. حتة اللحوم دي حلوة قوي، دي من البندر. كل وقول ان شاء الله. مد ايدك خد حفانية اهو، كل دم الكرم كله كله. روح انت دلوقتي يا سيدي، يلا. ان شاء الله. والله دي مجيتك النهارده بالذات على راسي من فوق. ده انا قعدت مستنياك، قول هيوافق. لا مش هيوافق، هيوافق. والفكر يودي ويجيب، وانا وحدانيه يا حبة عيني، لا انيس ولا جليس. والفكر وحش قوي بعيد عنك. كله باذن الله، كل شيء باوان. يعني افرح واطمن واخلي بالي من الارض والمشاكل الارض. انت تأمر يا ست شو. يا ريت كنت اعرف ازهرت. لا زهرت ده ايه؟ خد يا اخويا حل بقك، خد خد، ما تكسبش ايدي، امال خد. ما انا معايا اهو. يا حسن تعالى يا واد، حضر الكاريتا عشان سيدك صابر بيه هيمر على الارض. من عينيا حاضر، قول ان شاء الله. على طول كده. طول ما انت معايا هتنول اللي انت رايده، وعلى طول. امال من النهارده هتبقى حاجه تانية خالص يا صابر. يو يا سي صابر ولا ايه؟ والله هترجع لك ارض ابوك يا صابر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. روح دلوقتي وتعالى خدني بعد ساعة الزمن. صابر يا ابن علوان، عايز فلوس يا صابر. فلوس؟ فلوس ايه دي يا عوض؟ فلوس الجاموسه اللي خدتها منك. جاموسي؟ جاموسي دي؟ الجاموسه اللي اشتريتها منك وطلعت مسروقه. عيب عليك يا واد يا عوض، ده سيدك صابر يا تملي. ما حدش له صالح بيا. حرام عليكم، دي تحويشة العمر. سنين ضيعتها عشان الاقي بهيمه تشيل معايا الحمل، وفي الاخر تطلع مسروقه وياخدوها مني العسكر واترمي في الحبس يومين، وانتوا دايرين ترماحوا يا علاوله. ايه في ايه؟ ايه اللمه دي؟ فلوسي اللي دفعتها لكم يا سي جابر. فلوس ايه يا ولد؟ ها؟ اتكلم يا ولد. يعني ما نطقتش. عشان خاطرنا سامحه، سامحه المسامح كريم. اسامحه، بس يقوم يفز يحب على ايد سيده صابر علوان. فز قوم حب على ايد سيدك صابر يا ولا. حقك عليا يا سي صابر. خلاص يا عوض، فلوسك اهي. فلوس ايه؟ يلا يلا امشي امشي، يلا يلا منك ليه؟ يلا بلاش اللمه دي، يلا. وانت يا حسنية اعمل لنا شاي. حاضر. انا ماشي. تعالى اقعد، عايز اتكلم معاك. اهو دي اللي انا عامل حسابه. حسابه ايه؟ انت هتفضل طول عمرك جبان كده؟ تحب انت المكسب من غير ما تتوسخ. معلش، خلينا انا الكبير، خلينا انا اللي اتحمل كل شيء وانت نضيف. انا لا عايز مكسب ولا عايز حاجه خالص. ليه من امتى؟ من ساعه ما رحت لشوق عشان تأجر الارض. اسمع يا جابر، احنا زمان كنا عايزين نضر رضا ربونا، وعشان كده كنت بسكت. وايه اللي حصل؟ اللي حصل ان احنا دلوقتي بنأذي ناس ملهاش ذنب خالص، وده حرام. كفايه بقى. هو الكلام حلو، بس كمنه جاي دلوقتي بعد شوق وإجارة الأرض يبقى له غرض تاني.
غرض ايه؟ ما تتعصبش قوي كده. هو الغرض موجود، بس ياك انت تبقى جده. ايه ده؟ انت لسه بتتلكعي لحد دلوقتي يا بنت؟ انا رايحه اهو. تعرفي ترجعي لي مدلدله ودانك زي عوايدك؟ نهارك مش هيفوت، انا بقول لك اهو. هرجع بس مش مدلدله، هرجع بالبشاره. قول ان شاء الله. جرى يا بيه؟ الله، انت هتساري معايا ولا ايه؟ هقول ان شاء الله. يلا يا بنت اجري، امشي يلا. ما تقولي ان شاء الله. انجري بقى يلا. كده يا سعد الرحيم، كده كده تسيبني بالشكل ده؟ ما بقتش ارضك يا جاسم يا ابن علوان بيه، وهي كلمة واحدة، من بكرة الفجر ما اشوفكش فيه. انت السبب يا عبد الرحيم، قلت لي هقف معاك وايدك بايدي، وجيت في نص السكه وخليت بيا. يا خساره يا عبد الرحيم، كنت فاكرك صاحبي. فوق فوق يا جاسم يا ابن علوان بيه، فوق زي اخوك ابو سيف ما فاق، ولا هتقعد تولول زي الحريم بعد ما ضاع منك كل حاجه زي ما ضاعت منك الارض دي. فوق. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. ما تعيطش يا صابر، ابوك ما ماتش وارضه ما راحتش، الارض باقيه مكانها ومستنيانا. احلف معايا يا اخويا، ارض ابونا لازم ترجع وجدها 10 مرات. ويا ويلهم اللي وقفوا قصاده. ازاي يا شابو يا اخويا؟ يا سي صابر، العوض عليك يا سي صابر. في ايه يا بيت؟ ايه اللي انت شايلاه ايه؟ بفضل خيرك الغدا يا سي صابر. يا اختي يا اختي يا اختي يا وسي. غدا مين ده يا بيت؟ الغدا بتاعك يا سي صابر. ما غدا متلجح هناك هدا. يا حسرة قلبي، هيكون ايه غير شوية مش وفحل بصل؟ وده غدا، ده غدا. الغدا إذا ما كانش فيه حتة زفر، ها، عشان تجويك بدل الضعف اللي انت فيه وتبقى زي الفرس، ما يبقاش غدا. بص واتملى، بص 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 البرم، بص بسم الله الرحمن الرحيم، بص واتملى. اهو ده الغدا اللي بحقه وحقيقي. شيلي يا بنت شيلي. ومن قال لك اني عايز الغدا دي؟ اشيل؟ ما اقدرش يا حمتي، ده كانت ست شوك تقتلني. ست شوق؟ ايوه ست شوق. يا عيني عليها، والله ما لها زي ست شوق ابدا. طيبه وبنت حلال وبنت ناس ووحدانيه، يعني امها كل. ولازمته ايه الكلام ده بقى؟ واني مالي؟ هتقول لي مالك؟ مالك ايه يا سي صابر؟ ما هو العين عليك انت يا سي صابر. في الزجوم يا بت بلاش قله ادب، مره ما تختشيش صحيح. لا لا لا، حيلك سكتنا له دخل بحصان. ولا لا، انت فاكر ايه بعد الشر؟ لا، على اخر الزمن هنشتغل الشغلانه البطاله دهيت. ده الست شوق ريدان. ايه؟ ريداني؟ بالحلال وعلى ايد المأذون، على سنه الله ورسوله. وهي اللي قالت لك الكلام ده يا بيت؟ امال امي ولا انا يعني اللي كنت هقول الكلام ده من نفسي؟ ده كان راجل اللي هو جوزي كان يقتلني، ده مصيبه وهو عامل زي الحمى. الكلام ده بجد يا سكيني؟ هو الكلام ده بيجي بالهزار، ده جد الجد. ايوه بس ازاي؟ هيقول لي ازاي؟ زي الناس. الله، جرالك ايه يا سي صابر؟ انت مستجل بروحك ليه؟ ده انت سيد البلد كلها. ده انت سي صابر ابن علوان على سن ورمح. امال ايه؟ قرش بس الزمن المر هو اللي خلاك كحتي كده وفي الحضيض. وست شوك هتلاقي ضفرك فين في البلد. ومرض مرتك؟ ايه زينه.
ما انا عارفه انها مرتك واسمها زينب وحبلة كمان. جرى لك ايه يا سي صابر؟ انت مش راجل ولا ايه؟ ومن حقك تتجوز عليها واحده واثنين وثلاثه. قال زينب قال مش مكفيها انها حبلة، حد لاقي؟ طب جابر اخوي هيوافق؟ وما يوافقش ليه؟ انت ناسي انك انت اخوه الكبير. وماله سي جابر؟ هو هيكره الخير لاخوه؟ ها قلت ايه يا سي صابر؟ اروح اطمر الست، اصلها قاعده يا ولدها على نار تعبانه. اسمعي يا بنت، طولي بالك عليا يومين اكون قلبت الموضوع في دماغي. تقلب ايه يا سي صابر؟ احنا نروح كده على حامي. لا ست ولا كل الستات. سلمت سرك وارض ابوك هتبقى في يدك. ها اروح افرحها ولا اروح اغمها؟ انا بقول افرحها. ايه هتطلع من حالك؟ قول هتطلع ايه؟ روح يا بنت. يا لهوي زغرات اللي ما انتش غرمانه. ما تمي يا بنت هنعوض ولا على رجلك نكشحني. كانوا قالوا لك عليا ان انا متجوزه سيد البلد دي كلها. وش وصلك انت يا بنت لسيد البلد؟ يا فرحه ما تمت، خدتها الست شوق وطار. لا وهي ست شوق حد يقدر يقول لها تلت التلاته كام؟ دي كبيره على الشام. كبيره يا خايبه، وحدها الارض اللي حداها دي. قلتيلي علشان كده بقى. عيني عليكي يا اللي ما تهنتيش بالعز ابدا. يا بنتي ياما قلت لك ريحي نفسك وانا ملالك، ده انت شايله. حرام عليكي مش كده. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يا زين؟ مفيش مفيش ازاي؟ هتخبي على امك يا زينب؟ يما مفيش، قلت لك مفيش يا لهوي. كده برضه يا زينب؟ هتشخطي في امك؟ معلش يما ما تزعليش مني. امال في ايه بس يا بنتي؟ قوليلي. صابر. ماله سي صابر؟ مالوش يما مفيش. امال في ايه بس يا بنتي؟ ريحي قلبي. بيقولوا ان سي صابر هيتجوز الست شوق. وماله يا زينب؟ وماله يما؟ ايوه يا بنتي وماله. راجل ومن حقه يتجوز مره واتنين. بتقولي ايه يما؟ زي ما بقول لك كده يا زينب، ما تخربيش على نفسك. سي صابر كتر خيره اللي اتجوزك وما هموش قول العمده ولا اخوه سي جابر، ربنا يكفينا شره. وما تنسيش ان احنا خدامينهم على طول. يقوم يتجوز عليا؟ احنا في ايدنا ايه بس نعمله؟ نصيبنا ونرضى بيه. وهو انت لا اول ولا اخر واحده جوزها يتجوز عليها. ما تنسيش يا بنتي انت على اولاد. ايوه على اولاد. ما كانش الهاشم يا صابر. اللي انت هتتجوز شوق بجد يا صابر؟ وانتش عرفها؟ ايه؟ وفي حاجه بتجرى في البلد وتستخبى عليا؟ طب ما تقول يا عمده انت بعت لي ليه؟ بعت لك عشان الحكايه دي. بعت لك عشان اهنيك يا صابر. ده انا عمك برضه في مقام ابوك. تعيش يا عم. طب انت عايزني في حاجه تاني بقى عشان امشي؟ لا مفيش. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شرفت. بس انت كنت ناشف عليه في الكلام قوي يا عمدي. دول فاكرينها سبهلله. بس ايه رايك يا عسوي؟ انا شامم ريحه الواد جابر في الحكايه دي. ايه وانت بيهمك يا عمدي؟ لا يهمني قوي. انت مش جريان شوق حداها الارض قد ايه؟ طب ايه اللي رماها على صابر؟ الزكاوي. شوق اصلها واعيه. وحدانيه وملاش حد في البلد بعد جوزها. والارض هتضيع. الكل طمعان في الارض واولهم جابر. اصلها ارض ابوه. قام قالت ايه؟
تتغدى بصابر وتتجوزوا قبل جابر ما يتعشى بيه. ايه وما لقيتش الا صابر اللي متجوز. مش بقول لك وعي، صابر تقدر عليه، لكن جابر ياخد منها اللي وراها واللي قدامها. ايوه بس يعني خلاص البلد فضيت ما فيهاش الا الاخين دول. جرى ايه يا عيسى؟ انت لسه الاخين دول مين؟ دول من عيلتي، عيلة علوان السياد البلد. ايوه ما نسيتش يا عمدي ومش ده القصد، انما يعني لو عايزه تتجوز حد من عيله علوان ومن سياد البلد كنت انت اولى بيها يا عمده وارضاها. دول 300 فدان حاجه مش شويه، وهي برضك ارض اخوك. والله عندك حق يا ولي، لكن تقول ايه؟ نسوان مخها طاقق، ترضى بصابر وتسيب العمده. لكن كل شيء نصيب. والله بضيت لك في القفص يا صابر وهترجع لك ارض ابوك. ايه يا بيبي؟ هو صغيرة على الحاجات دي؟ صغيرة؟ طب ده انت لسه عيل. طب والله عيل. يا حلاوتك يا حلاوتك في البامبا المسخسخ. بقول لك ايه يا بنت؟ روح هاتنا شربات من اللي احنا بالين. اللي احنا بالينه ده احنا بالينه من زمن ومستنيين نشربه. وهنشربه. اتفضل يا سي صابر. شوف بقى يا سي صابر، اللي اوله شرط اخره ايه يا اخويا؟ اخره نور يا ست شوق. ايه بقى ست شوق دي؟ هو احنا هنفضل غرب لحد امتى؟ ما تاخذنيش. شوف بقى يا سيدي، زي ما ارض ابوك هتبقى ملكك وانا هبقى ملكك، عايزاك انت كمان برضو تبقى ملكي. ملكك؟ اه، وعلى بلاطه كده، انا ما احبش يبقى لي شريك. شريك؟ ايوه. انت هتعمل ايه في زينب؟ وزينب مالها ومال الكلام ده كله؟ مالها ازاي بقى يا سيد الرجاله؟ بقى انت عايز زينب بنت الحناوي تبقى ضرتي برضو؟ يرضيك كده؟ اصل ما اصليش ولا حاجه يا اخويا. ارض اللي هتبقى ارضك يا سي صابر وهتبقى ارض ولادنا من بعدنا ما يبقاش فيها شركاء. ايوه بس بس ايه يا صابر يا ابن علوان؟ هو انت ما تعرفش مصلحتك فين ولا ايه؟ وزينب ذنبها ايه بس؟ هو انا كمان يا حبيبي ذنبي ايه ادخل على در؟ تدخلي على ضره؟ ايه يا صابر؟ هي زينب اغلى من شوق، اغلى من الارض يا صابر يا ابن علوان. اغلى من الارض؟ اغلى من الارض؟ ايوه الارض يا سي صابر. شوف يا صابر، انت رايد الست شوق؟ ايوه رايدها. خلاص يبقى على بركة الله. طب وزينب؟ يا صابر زينب دي ما هياش مشكلة. مش مشكلة ازاي بس؟ ما هاني يا صابر ما اقدرش اقول لك سيب زينب، لان ده يبقى ظلم ليها وليك وللست شوق كمان. طب والعمل؟ انت بتقول يا صابر ان الست شوق هي اللي كلمتك، والانسان لما يريد حاجة يقبلها بشروطها. ايوه بس يا عم اسمعني يا صابر، اذا كانت الست شوق هي اللي رايداك تقبلك بشروطك، واذا كنت انت اللي رايدها تقبلها بشروطها. بس انا خايف بالشكل ده انك تظلم اتنين، زينب وابنك اللي جاي يا صابر. انا خايف يكون في حد او حاجة ضغط عليك. انا عارفك يا صابر يا اخويا، وعارف انك طيب وما بتحبش الظلم، بس عارف كمان انك ضعيف قدام اخوك جابر وقدام الارض. ما هي دي ارض ابويا يا عم ابراهيم. دلوقتي ارض شوق، وده بداية الخطأ. الكل عايز الارض، بس ازاي؟ يعني هو انت ناسي عبد الرحيم جو الشوق
غدر بابويا ازاي وخد الارض منه؟ لا مش ناسي، بس الناس بتنسى ان الارض مجرد استخلاف. الثروه والارض ملكه وحده، واحنا مجرد مستخلفين فيها. يا سيدنا انا بسألك عن زينب. وانا رديت عليك. طب سلام عليكم. تبقى ما فهمتنيش يا صابر. ما انت حيرتني. فكر في اللي قلته لك كويس، وانت تعرف تعمل ايه مع زينب. وبعدها لك يا زينب، اخرة دمعتك دي ايه يا بنتي؟ عينك تصفى ضنايا. يا ريتها تتصفت يما، ولا اشوفش اليوم ده. يا بنتي قلت لك. يما عارفه كل حاجه، عارفه يما، عارفه اننا كنا خدامين عندهم، وان سي صابر سيدي وتاج راسي ما كناش نحلم انه يتجوزنا. عارفه يما، عارفه كل حاجه. وايه لازمه البكا ده بقى؟ يما انا مش ببكي على حالي، أنا ببكي عليه هو، على ابني. ببكي على حاله لما يجي الدنيا ما يلاقيلوش أب. وأبوه راح فين؟ ما هو موجود. موجود فين يما؟ انت فكرك إن الست شوق هترضى بيا أنا أكون ضرتها؟ وما ترضاش ليه؟ ده حكم ربنا. حكم ربنا عادل، لكن حكم الست شوق مش عادل. أنا حاسة وعارفة بالظبط إيه اللي هيحصل. ما تقدريش الشر يا بنتي. يما الشر اتقدر من زمان، وابني هو اللي هيروح في الرجلين. يا بنتي ما حدش عارف الغيب، وهو يعني هيحصل له إيه؟ هيحصل له كتير. ظهره هينحني قدامه، هيبقى ابن سيدي صابر وظهره هينحني برضه. ايه، طول عمر ظهرنا محمي يا ضنايا. عشان كده انا ياما حلمت بابني، ابن سيدي صابر، وهو صالب عوده وماشي وراسه مرفوعه مش زينا ياما. قلت الزمن صفالي لما اتجوزتك يا صابر. كنت لما اقعد قدام الفرن والنار توج اشوف فيها ابني علوان وهو بيرمح في البلد زي ولاد علوان. اشوفه وهو بيمد ايده ياخد اللي هو عاوزه. اشوفه وهو بيخطي على ارضه هو ملكه، مش بيفلح فيها ويدي خيرها لسياده. وهو كل ده راح يما. يا بنتي ايه اللي بتقوليه ده؟ جالك من ايه؟ جالي من الخدمة في السرايا، سراية علوان قبل ما تبقى سراية شوق. جالي من ظهر ابويا المحني، ظهر ابويا المحني في الزريبة وقامتهم المصلوبة في المنظرة. يما انا مش عايزة حاجة لنفسي، انا عايزة اشوف ابني زيهم واكبر، زيهم واكبر يما. يا بنتي ما تبصيش لفوق، اللي يبص لفوق يتعب. يما انا راضية بنصيبي، بس كان بدي نصيب احسن من كده لابني. كان نفسي اشوف ايامه بيضة مش سودة وقمرها مخنوق. وده انت قمر 14 يا جوة الله. مش مصدقاني؟ طب ان شاء الله يتصنا حمار ويكون اعرج ان كنت بكذب. قمر 14 و17. يلا ان شاء الله ما حد يا بنت يا بنت ده كان زمان قبل ما يضيع اللي ضاع. زمان ايه؟ هو في حاجه ضاعت؟ ده لسه هيجي وهيجي وهيجي وهنبل الشربات ونشربه. قولي ان شاء الله. قولي لي يا سكين، انت لسه ما سمعتيش عنه حاجه لحد دلوقتي؟ لا ما سمعتش، بس اللي في مرادك هيحصل. اسألي ناني عن عيلة علوان، يطلع منهم الضوفر ولا تروحش منهم حتة أرض.
فكرك يعني كان بالسهل عليهم اللي حصل من المرحوم عبد الرحيم بيه؟ يعني تفتكري انه ممكن يطلقها؟ ما تشغليش بالك، ده الارض عندهم اعز من عينيهم. اسالي ناني، طول عمرنا خدامين عندهم وعارفينهم كويس. تصدقيني يا سكينة، لو قلت لك ان البنت دي صعبانة عليا. صعبانة عليكي؟ ما يصعبش عليكي غالي. لا صادقة. ايوه صدق يا سكينة، لكن زي ما الارض غالية عندهم غالية عندنا كمان، ولازما الارض دي تبقى ليا لوحدي وبس. ايوه معلوم، معلوم يا ستي، بس اللي مخوفني طيبة صابر، خايفة انا ما يقدرش يعملها. وسي جابر اخوه راح فين؟ اهو جابر ده حكاية لوحده. نخلص الاول من زينب وبعدين نشوف جابر ده. جرى ايه يا عوض؟ ما تخليك في حالك، انت مش همك من جابر؟ وجابر ماله ومال الحكايات؟ ولا تكونيش فاكره ان جابر هيجي عليه يوم من الايام ويتجوزك؟ بلاش الكلام الماسخ ده، ابعد عني. لا، ما هو انت لازم تعرفي، انت قصدك عربويه، ما تعرفيش سلو الفلاحين ايه؟ عارفاه، استريحت. ابعد بدل ما يجي جابر ويشوفك تروح فيها. يا بنت الناس، يا بنت الناس، انا من توبك. روح خلي ليلتك تفوت يا عوض. كده يا حسنيه؟ طيب براحتك. عايز منك ايه الولد دي؟ عايزش زبوني وعايز شاي، هنقول له لا؟ بقول لك ايه يا بنت، امور اللوع دي مش عليا يعني. لو عيب بس يا سيدي، سيبني اشوف حالي. استنى عندك. مالك يا حسنية؟ جرالك ايه؟ ما جراش، سنيني مجرجرني وراك، سيبني ملطشه للرايح واللي جاي. كلمي هذا ما تكلميش هذا، وده كله ليش؟ أنا مش عارفة. الله ايه دي؟ ايه اللغوة دي يا حسنية؟ لغوة العربوية يا سيدي. اسمع يا سي جابر، أنا خدامتك وتحت رجليك، رايدني في الحلال، خدامتك من دلوقتي لحد آخر العمر. مش رايدني؟ سيبني أشوف حالي ومحتالي. خلاص خلاص نسيتي جابر؟ دي اخرتها برضو؟ اخرتها ايش؟ اخرتها هتدور على واحدة تانية من توبك، واحدة حدها ارض تتجوزها زي اخوك وترميني اني. مين يا بنت اللي مالها مخك بالكلام ده؟ مخي مليان بيه يا سيدي من يوم ما شفتك وانت مش دريان بيا. والله تنجرنا يا حسنية. كده؟ علاش؟ أني محجوجالك. إيش تطلع حسنية؟ عربوية من البهدو، خدامة من خدامين العلاونة، طمعانة في سيدها وتجراسها. لا، ما حدش يستاجر يقول عليك كده. ما هو ده اللي ناقص اسمعه بوداني من الخلق اللي بتبص ومش قادرة تنطق خوف منك. حرام عليك، حرام عليك. أنا اللي طول عمري أقول إنك عاقلة وفهماني. هدي المصيبة، المصيبة إني فهماك وعارفة أنت رايح لفين ونيتك إيش. فهماك وخايفة عليك وعلى نفسي. خايفة على نفسك مني أنا يا حسنية؟ ايوه، انت دلوقتي بتودني، لكن لو يوم نسيتني، لو يوم وقفت في سكتك، هتعمل ايش فيا؟ لا يا حسنية لا، ياك في يوم بصحيح توقفي في سكتي لحد ما نقول اللي انا عايزه. يا ويله اللي هيوقف في سكتي. ومهما يعلى سور ورا سور ويحبس كل طاقة نور، مسير أيامنا بينا تدور وتجري
وتجري المية للعطشان، مسير أيامنا بينا تدور وتجري المية للعطشان. وحتدور السواري وتخضر الشرايق، وحتدور السواري وتخضر الشرايق، وتصحى قلوبنا من التوهان. ومهما العود يبات مكسور ويسرح في الشراق البور، هتفضل للحقيقة جسور تصحي همة الإنسان، هتفضل للحقيقة جسور تصحي همة الإنسان. وحتدور السواري وتخضر الشرايق، وحتدور السواري وتخضر الشرايق، وتصحى قلوبنا من التوهان. في مشوار الحياة ماشيين بنتصارع لإيه والمين، لا مال ولا جاه يا ناس دايمين، وطول عمر الزمان خوان. لا مال ولا جاه يا ناس دايمين، وطول عمر الزمان خوان. وحتدور السواري وتخضر الشرايق، وحتدور السواري وتخضر الشرايق، وتصحى قلوبنا من التوهان. وتصحى قلوبنا تصحى قلوبنا تصحى وتصحى قلوبنا من التوهان. اكون قلبت الموضوع في دماغي. تقلب ايه يا سي صابر؟ احنا نروح كده على حامي، مش ست ولا كل الستات. سلمت سرك وارض ابوك هتبقى في يدك. اروح افرحها ولا اروح اغمها؟ انا بقول افرحها. ايه هتطلع من حالك؟ قول هتطلع ايه؟ روح يا بنت. يا لهوي زغرات اللي ماتت غرمانه. ما تمي يا بنت هنعوض ولا على رجلك نكش الحنه. كانوا قالوا لك عليا ان انا متجوزه سيد البلد دي كلها. وش وصلك انت يا بنت لسيد البلد؟ يا فرحه ما تمت، خدتها الست شوق وطار. لا وهي ست شوق حد يقدر يقول لها تلت التلاته كام؟ دي كبيره على الشام. كبيره يا خايبه، وحدها الارض اللي حداها دي. قلتيلي علشان كده بقى عيني عليكي يا اللي ما تهنتيش بالعز ابدا. يا بنتي ياما قلت لك ريحي نفسك وانا ملالك، ده انت شايله. حرام عليكي مش كده. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يا زين؟ مفيش يا مفيش ازاي؟ هتخبي على امك يا زينب؟ يما مفيش، قلت لك مفيش يا لهوي. كده برضو يا زينب؟ هتشخطي في امك؟ معلش يما ما تزعليش مني. امال في ايه بس يا بنتي؟ قوليلي. صابر. ماله سي صابر؟ مالوش يما مفيش. امال في ايه بس يا بنتي؟ ريحي قلبي. بيقولوا ان سي صابر هيتجوز الست شوق. وماله يا زينب؟ وماله يما؟ ايوه يا بنتي وماله. راجل ومن حقه يتجوز مره واتنين. بتقولي ايه يما؟ زي ما بقول لك كده يا زينب، ما تخربيش على نفسك. سي صابر كتر خيره اللي اتجوزك وما هموش قول العمده ولا اخوه سي جابر، ربنا يكفينا شره. وما تنسيش ان احنا خدامينهم على طول. يقوم يتجوز عليا؟ احنا في ايدنا ايه بس نعمله؟ نصيبنا ونرضى بيه. وهو انت لا اول ولا اخر واحده جوزها يتجوز عليها. ما تنسيش يا بنتي انت على اولاد. ايوه على اولاد. ما كانش العشم يا صابر.
الا انت هتتجوز شوق بجد يا صابر؟ وانتش عرفك؟ ايه؟ وفي حاجه بتجرى في البلد وتستخبى عليا؟ طب ما تقول يا عمده انت بعت لي ليه؟ بعت لك عشان الحكايه دي، بعت لك عشان اهنيك يا صابر. ده انا عمك برضه في مقام ابوك. تعيش يا عم. طب انت عايزني بحاجه تاني بقى عشان امشي؟ لا مفيش. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شرفت. بس انت كنت ناشف عليه في الكلام قوي يا عمدي. دول فاكرينها سبهلله. بس ايه رايك يا اسوي؟ انا شامم ريحه الواد جابر في الحكايه دي. ايه وانت بيهمك يا عمدي؟ لا يهمني قوي. انت مش جريان شوق حداها ارض قد ايه؟ طب ايه اللي رماها على صابر؟ الزكاوي. شوق اصلها واعيه، وحدانيه وملاش حد في البلد بعد جوزها، والارض هتضيع. الكل طمعان في الارض واولهم جابر. اصلها ارض ابوه. قام قالت ايه؟ تتغدى بصابر وتتجوزوا قبل جابر ما يتعشى بيه. ايه؟ وما لقيتش الا صابر اللي متجوز؟ مش بقول لك واعي؟ صابر تقدر عليه، لكن جابر ياخد منها اللي وراها واللي قدامها. ايوه بس يعني خلاص البلد فضيت ما فيهاش الا الاخين دول. جرى ايه يا عيسى؟ انت ناسي الاخين دول مين؟ دول من عيلتي، عيلة علوان السياد البلد. ايوه ما نسيتش يا عمدي، ومش ده القصد. انما يعني لو عايزه تتجوز حد من عيلة علوان ومن سياد البلد كنت انت اولى بيها يا عمده وارضاها. دول 300 فدان، حاجه مش شويه، وهي برضك ارض اخوك. والله عندك حق يا ولي، لكن تقول ايه؟ نسوان مخها طاقق، ترضى بصابر وتسيب العمده. لكن كل شيء نصيب. والله بضيت لك في القفص يا صابر وهترجع لك ارض ابوك. ايه يا بيبي؟ هو أنت صغيرة على الحاجات دي؟ صغيرة؟ طب ده انت لسه عيل. طب والله عيل. يا حلاوتك يا حلاوتك في البامبا المسخسخ. بقول لك ايه يا بنت؟ روح هات لنا شربات من اللي احنا بلينه. اللي احنا بلينه ده احنا بلينه من زمن ومستنيين نشربه. هنشربه. اتفضل يا سي صابر. شوف بقى يا سي صابر، اللي اوله شرط اخره ايه يا اخويا؟ اخر نور يا ست شوق. ايه بقى ست شوق دي؟ هو احنا هنفضل غرب لحد امتى؟ ما تاخذنيش. شوف بقى يا سيدي، زي ما ارض ابوك هتبقى ملكك وانا هبقى ملكك، عايزاك انت كمان برضو تبقى ملكي. ملكك؟ اه، وعلى بلاطه كده، انا ما احبش يبقى لي شريك. شريك؟ ايوه. انت هتعمل ايه في زينب؟ وزينب مالها ومال الكلام؟ اتفضل يا اخويا تعال. اتفضل استريح يا سي صالح. تعيش يا ست. طب وعزة ربنا دي دخلتك عليا النهارده بالدنيا وما فيها. تعيش يا ست شوق. شوف بقى يا سي صابر، اصل انا مش هخبي عليك، انا لا ليا في الزرع ولا في القلح، ومن يوم ما فاتني المرحوم وانا وحدانيه وتايهه لا عارفه لي راس من رجلين. اما ولاد الحلال ايه شروا عليا اجر الارض. ايوه معقول برضو يا ست. طب لما انت كمان شايف كده يبقى على خيرة الله بقى، ويطلع عشبي فيك في محله وتأجر انت الارض. أأجر الارض؟ ايوه، مش انت احق بيها من غيرك؟ أأجر ارض ابويا؟ اللي كانت ارض ابوك يا سي صابر لحد ما اشتراها منه سي عبد الرحيم جوز الله يرحمه بقى، ومن بعديه بقت ارضي انا اسم الله عليك. ما بقتش ارضك يا جاسم يا ابن علوان بيه، وهي كلمه واحده، من بكره الفجر ما اشوفكش فيه. انت السبب يا عبد الرحيم،
قلت لي هقف معاك وايدك بايدي، وجيت في نص السكه وخليت بيا. يا خساره يا عبد الرحيم، كنت فاكرك صاحبي. فوق فوق يا جاسم يا ابن علوان بيه، فوق زي اخوك ابو سيف ما فاق، ولا هتقعد تولول زي الحريم بعد ما ضاع منك كل حاجه زي ما ضاعت منك الارض دي. ما ردتش يعني يا اخويا، ده انا وحدانيه وماليش حد في الناحيه دي ومحتاجه للمساعده. لا العفو يا ست، بس منين؟ هدفع ايجارتها منين؟ لا اذا كان على النقديه ولا تحط في بالك، خدها دلوقتي وبعدين ابقى ادفع. ده انا بشتري راجل. ايوه يا ست، بس اصل دلوقتي ما عادش لينا في الفلاحه انا واخويا جابر، احنا شغالين دلوقتي في المواشي. طب ما انا عارفه، وعارفه كمان المواشي دي بتيجي منين واصلها ايه، لكن انا قلت لا، صبر جدع ولا كل جدعان، ولولاش اخوه جابر ما كانش عمل كده ابدا. اصل انت مش واخده بالك، اصل حكايه تجاره المواشي دي. تجاره مواشي ايه بس يا سي صابر؟ ما البلد كلها عارفه اصل الحكايه وفصلها. عارفه ايه بقى يا ست شوق؟ افهم. الشاي السخن. سكينه حطيه عندك وروحي شوفي شغلك، يلا. جاموسة مين دي يا عوض؟ جاموسة يا سيدي، حتى اسأل الخلق كلته. أنا ماليش دعوة بالخلق، الجاموسة دي مسروقة. مسروقة؟ مسروقة ازاي بس يا سيدي؟ ده دي دافع ثمنها تحويشة العمر لابن علوان ذات نفسه، حتى اسأل. هي حصلت؟ انت هتجيب سيرة اسيادك العلاونة على لسانك يا ابن مصيبة؟ اي محجوج لك يا سيدي، بس اسأل سي صابر بنفسه هو هيقول لك. انا ماليش دعوة بصابر. هم يقعد منك له؟ كتفوه في الجاموسة وجرهم قدامي. احلف لك بايه بس يا سيدي؟ قالوا للحرام احلف. جاموستي يا سيدي. امي عارف. جاموستي يا ناس، جاموستي ولا لا يا اخواني؟ قولوا له لا حول ولا قوة الا بالله. قال لك هم يقعد منك له؟ لا حول ولا قوة الا بالله. جاموستي يا ناس، جاموستي يا ناس. هم يا ولد. مش كويس دي لازم يقطع ايده، السرقه مش كويس. ايوه صح يا خواشة البوس. فهمت قوي يا ابن فهمت. سلام يا حمدان. لا هتقف مع عوض الحراميات. وهو عوض اللي حرامي يا ابن فهمه. وني مالي يعني ايه؟ ما شيخ الغفر قدامك هو اللي بيقول. شيخ الغفر يقول اللي هو عايزه، لكن احنا عارفين وانت عارف وانا عارف مين الحرامي بحق وحقيقي، والكفايات بقى لحد كده. كفايه لحد كده. طب ما طول عمرك بتبيع المواشي اللي بجيبها لك من غير ما تسال. ايوه كنت فاكرك جايبها بالحلال. حلال. حلو. حلال ايه يا صاحبي؟ حلال ايه؟ هو يعني كان ابونا ساب لنا حاجه؟ ولا كان عمنا العمده ولا ايها حد مد ايده وساعدنا؟ ما احنا متفقين، واتفاقنا كان بالمفتشر. انت تبيع لي اجيبهولك من غير ما تسال. وبفرض يا جابر. لا مش بفرض، دي حقيقه، حقيقه وانت عارفها كويس. واد ربنا هيفتحها عليا ويرزقني بالحلال، وشوق عايزاني اجر الارض، يبقى ليه لا بقى؟ ليه لا؟ لو انت فاكر لما تأجر قد شوق هتجيب فلوس ترجع بيها ارض ابونا؟ هو ده اللي قلناه برضه؟ قلنا ايه بس يا جابر؟ ارض ابونا ترجع لنا من تاني وقدها 10 مرات. ده اللي قلناه زمان، ياك نسيت عبد الرحيم جو الشوق واللي عمله في ابونا واخد منه الارض ازاي؟ لا انا ما نسيتش، بس عبد الرحيم مات وراح لحاله، ودلوقتي شوق عايز انا اجر الارض. قلت ايه؟ انت بقى مالي ايدك من شوق. مالي ايدي ازاي يعني؟ ايوه مالي ايدك. ما انت لو مالي ايدك اخليك تسيب شغلانه المواشي دي. بس يعني هي زينب هترضى؟
زينب؟ ايوه زينب مراتك. زينب بنت العناوي نفرنا القديم. اياك نسيت؟ لا انا ما نسيتش، بس معناته ايه الكلام ده؟ معناته انت عارفه كويس يا صابر، احنا الاتنين زي بعض، بس انت تحب تعمل العامله من غير ما تسميها. اسمع يا جابر، خلينا في الارض. دلوقتي شوق عايزين اجر الارض. هتأجرها يا صابر، بس بعد ما تبيع الكام بهيمه اللي حدانا دلوقتي. ولا يا متولي؟ ايوه يا سيدي. الفجريه تحضر لسيدك صابر الكام بهيمه اللي حدانا، هياخدها السوق. ولا ايه يا صابر؟ اللي تشوفه يا اخوي. امشي. هتبيعهم وتجيب فلوسهم، وبعدين نفضل حكايه شوق. حاضر يا جابر. يلا يلا انت دلوقتي روح روح نام، وبكره من الفجريه عايزك في السوق، هتلاقي المواشي مستنياك. سي صابر، سي صابر، هتروح السوق كده على لحم بطنك يا اخويا؟ معلش اصل اتضحيت. سي صابر، طب حرص على نفسك يا اخويا، مش كل مره تسلم الجره. قال لا، هو في ايه يا بنت؟ تجننت على الصبح ولا ايه؟ يجعل لك في كل خطوه سلامه ويتوب عليك، قادر يا كريم. زينب يا زينب. ايوه ياما جايه اهو. ايه يا بنت اللي صحاكي بدري كده؟ امال جوزك فين؟ راح السوق. انت نسيتي ان النهارده سوق المواشي. الحاج يا ست شوق. الحاج يا بنتي في ايه؟ الحاج مش انا شفت سي صابر خارج الصبح بدري على الصبحيه، قلت له صباح الخير يا سي صابر، انا صبحت عليه، قام قال لي صباح النور يا سكينه، قلت له رايح على الصبح بدري كده فين يا سي صابر بعد الشر؟ قال لي رايح سوق المواشي. كويس؟ كويس. لا مش كويس، ما طولش عليكي، قولي طولي. قصري يا سكينه. لا قولي طولي. دلوقتي لقيته راجع جري. كويس؟ قلت له راجع جري ليه يا سي صابر؟ ما ردش. طب وانا مالي؟ بتقولي لي الكلام ده انا ليه؟ حق عليا اللي بفطني. في ايه يا صابر؟ مين؟ مين اللي بيخاطب؟ افتح بقول لك، افتح افتح يا صابر. شفت البهايم وجريت يا صابر؟ عيب كده يا جابر، انا اخوك الكبير برضه مهما كان. ايوه اخويا الكبير، بس قلبه رهيب هيودينا في داهيه. ايوه ما قلت لك من الاول انا ماليش دعوه بالشغلانه دي. لا مش من الاول، من الايام دي بس، من ساعه ما رحت لشوكه عشان تاخد الارض. روح خدها، هيك تنفع. صبر، روح لشوكه خد الارض. يا الف خطوه عزيزه، حصلت لنا البركه. يا اهلا وسهلا. اهلا. خد يا اخويا، خد يا سي صابر، حل بقك. حته اللحوم دي حلوه قوي، دي من البندر. كل وقول ان شاء الله، مد ايدك خد حفانيه اهو، كل دم الكرم كله كله. روح انت دلوقتي يا سكينه يلا. ان شاء الله. والله دي مجيتك النهارده بالذات على راسي من فوق. ده انا قعدت مستنياك، قول هيوافق. لا مش هيوافق، هيوافق. والفكر يودي ويجيب، وانا وحدانيه حبة عيني، لا انيس ولا جليس. والفكر وحش قوي بعيد عنك. كله باذن الله، كل شيء باوان. يعني افرح واطمن واخلي بالي من الارض والمشاكل الارض. انت تأمر يا ست شوق. يا ريت كنت اعرف ازغرط. لا زغرط ده ايه؟ خد يا اخويا حل بقك، خد خد، ما تكسبش ايدي، امال خد. ما انا معايا اهو. يا حسن تعالى يا واد،
حضر الكاريتا عشان سيدك صابر بيه هيمر على الارض. من عينيا حاضر، قول ان شاء الله. على طول كده؟ طول ما انت معايا هتنول اللي انت رايده وعلى طول. امال من النهارده هتبقى حاجه تانية خالص يا صابر. يو يا سي صابر ولا ايه؟ والله هترجع لك ارض ابوك يا صابر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. روح دلوقتي وتعالى خدني بعد ساعة الزمن. صابر يا ابن علوان، عايز فلوس يا صابر. فلوس؟ فلوس ايه ده يا عوض؟ فلوس الجاموسة اللي خدتها منك. جاموسة؟ جاموسة ايه دي؟ الجاموسة اللي اشتريتها منك وطلعت مسروقة. عيب عليك يا واد يا عوض، ده سيدك صابر يا تملي. ما حدش له صالح بيا. حرام عليكم، دي تحويشة العمر. سنين ضيعتها عشان الاقي بهيمة تشيل معايا الحمل، وفي الاخر تطلع مسروقة وياخدوها مني العسكر واترمي في الحبس يومين، وانتوا دايرين ترماحوا يا علاولة. ايه في ايه؟ ايه اللمة دي؟ فلوسي اللي دفعتها لكم يا سي جابر. فلوس ايه يا ولد؟ ها؟ اتكلم يا ولد. يعني ما نطقتش. عشان خاطرنا سامحه. سامحه المسامح كريم. اسامحه، بس يقوم يفز يحب على ايد سيده صابر علوان. فز قوم حب على ايد سيدك صابر يا ولد. حقك عليا يا سي صابر. خلاص يا عوض، فلوسك اهي. فلوس ايه؟ يلا يلا امشي امشي، يلا يلا منك ليه؟ يلا بلاش اللمه دي، يلا. انت يا حسنية اعمل لنا شاي. حاضر. انا ماشي. تعال اقعد، عايز اتكلم معاك. اهو دي اللي انا عامل حسابه. حسابه ايه؟ انت هتفضل طول عمرك جبان كده؟ تحب انت المكسب من غير ما تتوسخ. معلش، خلينا انا الكبير، خلينا انا اللي اتحمل كل شيء وانت نضيف. انا لا عايز مكسب ولا عايز حاجه خالص. ليه منين؟ من ساعه ما رحت لشوق عشان تأجر الارض. اسمع يا جابر، احنا زمان كنا عايزين نضر رضا ابونا، وعشان كده كنت بسكت. وايه اللي حاصل؟ اللي حصل ان احنا دلوقتي بنأذي ناس ملهاش ذنب خالص، وده حرام. كفايه بقى. هو الكلام حلو، بس كمينه جاي دلوقتي بعد شوق واجاره الارض يبقى له غرض تاني. غرض؟ غرض ايه؟ ما تتعصبش قوي كده، هو الغرض موجود بس ياك انت تبقى جاده. ايه ده؟ انت لسه بتتلكعي لحد دلوقتي يا بنت؟ انا رايحه اهو. تعرفي ترجعي لي مدلدله ودانك زي عوايدك؟ نهارك مش هيفوت، انا بقول لك اهو. هرجع بس مش مدلدله، هرجع بالبشاره. قول ان شاء الله. جرى يا بيه؟ الله، انت هتساري معايا ولا ايه؟ هقول ان شاء الله. يلا يا بنت اجري، امشي يلا. ما تقولي ان شاء الله. انجري بقى يلا. كده يا سي عبد الرحيم، كده كده تسيبني بالشكل ده؟ ما بقتش ارضك يا جاسم يا ابن علوان بيه، وهي كلمه واحده، من بكره الفجر ما اشوفكش فيه. انت السبب يا عبد الرحيم، قلت لي هقف معاك وايدك بايدي، وجيت في نص السكه وخليت بيا. يا خساره يا عبد الرحيم، كنت فاكرك صاحبي. فوق فوق يا جاسم يا ابن علوان بيه، فوق زي اخوك ابو سيف ما فاق، ولا هتقعد تولول زي الحريم بعد ما ضاع منك كل حاجه
زي ما ضاعت منك الارض دي. فوت. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. ما تعيطش يا صابر، ابوك ما ماتش وارضه ما راحتش، الارض باقيه مكانها ومستنيانا. احلف معايا يا اخوي، ارض ابونا لازم ترجع وجدها 10 مرات. ويا ويلهم اللي وقفوا قصاده. ازاي يا جابو يا اخويا؟ يا سي صابر، العافية عليك يا سي صابر. في ايه يا بيت؟ ايه اللي انت شايلها دي؟ بفضل خيرك الغدا يا سي صابر. يا اختي يا اختي يا اختي يا وسي. غدا مين ده يا بيت؟ الغدا بتاعك يا سي صابر. ما غدا متلجح هناك هدف. يا حسرة قلبي، هيكون ايه غير شوية مش وفحل بصل؟ وده غدا ده غدا. الغدا إذا ما كانش فيه حتة زفر ها عشان تجويك بدل الضعف اللي انت فيه وتبقى زي الفرس، ما يبقاش غدا. بص واتملى، بص 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 البرم، بص بسم الله الرحمن الرحيم، بص واتملى. اهو ده الغدا اللي بحقه وحقيقي. شيلي يا بنت شيلي. ومن قال لك اني عايز الغدا دي؟ اشيل؟ ما اقدرش يا حمتي، ده كان ست شوك تقتلني. ست شوق؟ ايوه ست شوق. يا عيني عليها، والله ما لها زي ست شوق ابدا. طيبه وبنت حلال وبنت ناس ووحدانيه، يعني امها كل. ولازمته ايه الكلام ده بقى؟ واني مالي؟ هتقول لي مالك؟ مالك ايه يا سي صابر؟ ما هو العين عليك انت يا سي صابر. في الزجوم يا بت بلاش قله ادب. مره ما تختشيش صحيح. لا لا لا، حيلك حيلك. سكتنا له دخل بحصان. ولا لا، انت فاكر ايه بعد الشر؟ لا، على اخر الزمن هنشتغل الشغلانه البطاله دهيت. ده الست شوق ريدان. ايه؟ ريداني؟ بالحلال وعلى ايد المأذون، على سنه الله ورسوله. وهي اللي قالت لك الكلام ده يا بيت؟ امال امي ولا انا يعني اللي كنت هقول الكلام ده من نفسي؟ ده كان راجل اللي هو جوزي كان يقتلني. ده مصيبه وهو عامل زي الحمى. الكلام ده بجد يا سكيني؟ هو الكلام ده بيجي بالهزار، ده جد جد. ايوه بس ازاي؟ هيقول لي ازاي؟ زي الناس. الله، جرى لك ايه يا سي صابر؟ انت مستقل بروحك ليه؟ ده انت سيد البلد كلها. ده انت سي صابر ابن علوان على سن ورمح. امال ايه؟ قرش بس الزمن المر هو اللي خلاك كحيتي كده وفي الحضيض. وست شوق هتلاقي ضفرك فين في البلد. مرتك؟ ايه زينب. ما انا عارفه انها مرتك واسمها زينب وحبلة كمان. جرى لك ايه يا سي صابر؟ انت مش راجل ولا ايه؟ ومن حقك تتجوز عليها واحده واثنين وثلاثه. قال زينب قال مش مكفيها انها حبلة. حد لاقي؟ طب جابر اخوي هيوافق؟ وما يوافقش ليه؟ انت لازم انك انت اخوه الكبير. وماله سي جابر؟ هو هيكره الخير لاخوه؟ ها قلت ايه يا سي صابر؟ اروح اطمر الست، اصلها قاعده يا ولدها على نار تعبانه. اسمعي يا بنت، طولي بالك عليا يومين. الشر لو ما اتحكمش يوقف دوار السواقي، يوقف دوار السواقي. صعب اما نحلم نلاقي رب
الشرايين طول ما القساوة في قلوبنا والغدر داك ودايق دايرين كمثل الرحايا نروي القلوب بالخطايا ونعادي واحنا الضحايا ويتوه ما بينا الدلاء صعب اما نحلم نلاقي نبض الحياة في الشرايين طول ما القساوة في قلوبنا والغدر داك ودايق دايرين كمثل الرحايا نروي القلوب بالخطايا ونعادي واحنا الضحايا ويتوه ما بينا الدلاء صعب اما نحلم نلاقي نبض الحياة في الشرايين طول ما القساوة في قلوبنا والغدر داك ودايق لو عشنا والخوف خانقنا هيجي فرقنا وطريقنا واما العداوة تفارقنا بالحب نزرع نلاقي بالحب نزرع نلاقي صعب اما نحلم نلاقي نبض الحياة في الشرايين طول ما القساوة في قلوبنا والغدر داك ودايق وانتهنا عن خط سرنا الفرقة حتكون مصيرنا ليه غيرنا ينعم بخيرنا والأرض تحصد شرايق صعب اما نحلم نلاقي نبض الحياة في الشرايين طول ما القساوة في قلوبنا والغدر داك ودايق صعب اما نحلم نلاقي نبض الحياة في الشرايين طول ما القساوة في قلوبنا والغدر داك ودايق هي ايه الحكايه بالظبط؟ ايه حكايتك انت واخوك؟ دايرين طايحين في البلد مش لاقيين حد يلمكم ولا ايه؟ هو كمني يعني عمدة البلد وعمكم وكبير العيلة هسكت؟ عايز نسكت يا صابر يا ابن علوان؟ خدها نصيحة مني وبقولها لك قدام الرجالة كلها، إن ما اتعدلت أنت وأخوك يبقى مالكوش عيش في البلد دي، وكفاية كفاية اللي عمله أبوكم، ضيع أرضه كان هيضيع هيبتنا في البلد. اسمع نصيحتي يا صابر يا ابن أخوي وبلغها لجابر أخوك. كده طيب يا ابو سيف، طيب ليك يوم انت راخر. طب وهنعمل ايه دلوقتي يا جابر يا اخوي؟ هنعمل اللي بنعمله دلوقتي يا صابر، ولا انت ايه؟ نسيت ابو سيف كان ايه وبقى ايه؟ لا أنا ما نسيتش، بس الواجب برضه يا اخوي نشوف لنا سكه غير اللي يا صابر. مالكش انت صالح بالامور دي، سيبها لي انا بس اللي هعرف ارد على ابو سيف العمده وارجع حق ابونا منه ومن كل اللي خانه، وارضنا هترجع من تاني. سي صابر، سي صابر، ايوه
في نفر بره عايزه. ايه؟ نفر مين؟ حسن اللي بيشتغل عند ست شهور. اتفضل يا عم حسن. ازيك يا الصابر؟ خير. الست شوق عايزاك في كلام ضروري قوي. الست شوق عايزاني؟ ايوه يا صابر. يا اهلا وسهلا يا سي صابر، نورت بيتك. البيت منور بيك يا ست شوق. ما تاخذنيش يا اخويا، ما تاخذنيش يا سي صابر اللي تعبتك. لا تعبك راح. خير. مش تقعد الاول؟